يا عم مفيش وزير تبع حد دلوقتي، كلنا مصريين الرئيس هو جاي يشوف ارائنا احنا، مش تقسموا لنا فيها البلد. اهدى جاي يشكي. انا عاوزك تهدى. ما هو راح يخش سعاده الوزير جاي هنا عشان يشوف مشاكلنا. لازم تبقى اهدى من كده. انا وانت عاوز تمثل الناس وتتكلم على حقوق الناس، لازم تبقى اهدى من كده. لازم تبقى اهدى من كده. راح يتهم الراجل يقول له تبع الاخوان تبع السلفيين، كرهتنا في البلد يا اخي، انتقم منك ربنا. حضرتك لا انت كمواطن انت بتمشي كده الوضع بيتقلب 360 درجه. بعمل انا ايه الدور اللي عليا ان انا اعمل قانون عشان اوصل لحضرتك تاني. يبقى اي حد من الناس اللي واقفه بعد ما تمشي حضرتك شايف وضع ناجح بنسبه 100%، بعد ما تمشي والناس اللي النظارات والعربيات والتصوير والنظافه دي كلها الوضع هيرجع تاني. فانا بتكلم ما هو ده وضع مش انا نازل المحافظ نفسه مش موجود عشان عاوز انا انزل، انا اللي بتكلم مع الناس. في خط اتصال مفتوح. ايوه يا فندم، اتكلمنا على الخط الساخن. لا ما خلينا يا فندم انت اتكلمنا على الخط الساخن في الوزاره 19 4 6 8 يا فندم. لو حطيت ايدك يا على أستاذ، الورقه يا أستاذ. مجرد ما تبدا تنفيذ الخطه كانت نجحت من شهرين ثلاثه عدوا. يا استاذ صح؟ ده انت بتتكلم على مشاكل مصر بقالها 40 سنه مش عارفه تاخد فيها خطوه واحده لقدام. انا في شهرين اتنين الحمد لله. النهارده بقالنا 14 محافظه طبقنا النهارده في اسكندريه. ممكن ننظم هنا كسوهاج فيوم طبعا منظومه توزيع الخبز النهارده يا جماعه. ده شوف صلاحيات محافظ. صلاحيات عندنا كده صلاحيات محافظ. سنه